نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة. مرت المباراة في أجواء رائعة بين حماس الجماهير واللاعبين. كانت معركة كروية بامتياز. منذ صافرة البداية رأينا السرعة، الشراسة، والرغبة الكبيرة في حراز اللقب من قبل الفريقين. افتتح التسجيل فريق برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 28 مستغلا تمريرة حاسمة من إنسو فاتي. رجع ريال مدريد بقوة في الشوط الثاني بدخول مبابي الذي كان وراء تسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 69. لم تمضي سوى 6 دقائق حتى سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق لاعبه شواميني مستغلا عرضية من أردا جولر من الركنية. قبل انتهاء الوقت الأصلي ب7 دقائق أدرك برشلونة التعادل عن طريق لاعبه فيران توريس مشعلا بذلك المباراة من جديد. انتهى الوقت الأصلي متعادلا، هدفين لهدفين، وبذلك الولوج لوقتين إضافيين. انتهى الشوط الأول الإضافي بنفس نتيجة الوقت الأصلي. في الشوط الإضافي الثاني والعين على ركلات الترجيح فاجأ كوندي الجميع مسجلا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 115 حاسما بذلك اللقب لفريقه. مبروك لبرشلونة وجماهيره اللقب، وحظ أوفر لريال مدريد. مباراة باحت بجميع أسرارها. هكذا تكون المباريات الكبيرة بين الفرق الكبيرة.